قضية تعددت حولها المواقف واختلفت بأطروحات تتماشى السياسة الممنهجة للكيان الصهيوني في القطاع لتقف هذه المرة عند حل الدولتين، مطلب رفعته معظم الدول المتصهينة كفرنسا وبريطانيا، كما اعتمدته المملكة العربية السعودية في مسارها الجديد السبيل الوحيد لتطبيع علاقتها مع الكيان الصهيوني. فيصل بن فرحان يعني حقيقة لم يأتي بشيء جديد في الواقع. هو يعني عاد يعني مقولة حل الدولتين، وعاد مقولة يعني المبادرة العربية، وإن كانت بصيغة أخرى يعني ربطها بالاستقرار الإقليمي وحل القضية الفلسطينية. لا يمكن ومن يعني من غير المعقول أن يعني أن نصل إلى نهايات دون يعني أو نهايات على سبيل المثال يعني فيها استقرار وفيها يعني عدم صدام أو عدم يعني حقيقة خوف من حروب منفلتة أو غير ذلك، يعني دون حل سياسي. الطرح السعودي الذي جاء على لسان وزير خارجيتها المؤكد للبحث عن الاستقرار في المنطقة والموصول بمسار حل الدولتين طرح قلب موازين اللعبة السياسية الغربية الصهيونية في الشرق الأوسط، وعلى رأسها واشنطن التي تلهفت لإتمام التطبيع السعودي الصهيوني وإشراك 6 دول عربية أخرى لتغيير الديناميكيات في المنطقة، وهو المسعى الذي بعث بالسابع من أكتوبر حسب تصريح بايدن الأخير. يكون هناك استقرار دون حلول عادلة، ودائما الضغط يولد الانفجار، وهذا وضع طبيعي. يعني عمليا كلما زاد الضغط على الطرف الآخر، كلما ابتكر الطرف الآخر يعني طرق وأساليب جديدة لمواجهة هذا الموضوع، ولن ينتهي هذا الصراع إلى قيام الساعة دون حلول عادلة. طوفان الأقصى ويعني كانت ضربة قاسمة لنتنياهو ولحكومته المتطرفة، وكان يعني مفاجأة من عيار ثقيل جدا. يعني حقيقة لم يعني حتى هذه اللحظة لم يستوعب الدرس. بتساؤل ملم بكل نقاط السياسة الصهيونية المتطرفة في القطاع، جاءت ضرورة البدء بالحديث عن خطط ملموسة لحل الدولتين لتسقط فكرة بناء السلام بالوسائل العسكرية والإبادة الجماعية لسكان غزة.